بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تنطلقوا من جديد في حلقة جديدة، حلقات الجريمة. اولا تنهني المنتخب الوطني ديالنا على ذاك النصر اللي جاب لنا اخيرا مع نيجيريا. كما قلت لكم النهار الاول تنعاود نقولها لكم، حنا راه انتصرنا في هذه المباريات، انتصار نهائي. واخا باقي ما كاين شيء ديك المباراة النهائية، تنقول لكم بأن المغرب انتصر. كيفاش انتصرنا سياسيا، نقولوا باقي ما انتصرناش رياضيا كامل النصر باش ناخذوا لا كوب دافريك ان شاء الله، وغادي ناخذوه، ولكن انتصرنا سياسيا ولله الحمد، اللهم لك الحمد. واحد الجاليه تنهنيهم وتنحييهم، عندي واحد الناس عزاز بزاف تما في هذه الجاليه هذه اللي هما اتصلوا بيا وقال لي السي خلاص تنسانا، ولكن ما تنساهم شيء. هي الجاليه ديال انجلترا، الناس اللي في الانجليز، الناس اللي في انجلترا والجاليه ديالنا في انجلترا، تنحييكم بزاف. عندي واحد الناس تما عزاز بزاف تنعاود نحييهم من هذا المنبر هذا، وجميع الاخوان اللي عايشين تما من العماله، من الموظفين، من الناس القنصليه ولا الدبلوماسيه. تنحييكم وما غنساكم شيء، وما عمري نسيتكم. وتنشكركم على التعليقات ديالكم، تنشكركم على الافاده تفيدوني من تما، شكرا جزيلا. واحد القضيه بغيت نقولها لكم، بعض الاخوان اتصلوا بيا، وماشي غير اخوان، بعض القنوات، بعض المقربين من الصطاف ديالي نيت، قال لي ودي درتي هذه الحلقات ديال الوطنيه، ولكن ديال المواطنه، ولكن في المواطنه وليتي تدخل لنا المواطنه مع الجريمه. وبعض المرات تنسى راسك، تبقى تعاود على شي حاجه ديال المواطنه تتعاودها، وفي الجريمه وتنسى راسك وتهضر في المواطنه اكثر من الجريمه. وكاين بعض الناس يبغوا الجريمه بوحدها. عندكم الصح، كلامكم صح، عندكم الصح. انا خديت واحد القرار نهائي مع الستاف ديالي ومع الناس اللي معايا. الجريمه نقولوا من ندخلوا في الجريمه، المواطنه بوحدها. تنوعدكم بهذا الشيء هذا، توكلوا على الله. الجريمه ديالنا اليوم كنا خدامين الشرطه القضائيه، وواحد الليله كنا فينا الديمومه، فينا لا بيرمانونس في الليل، فينا الديمومه، وكنا تندوروا في المدينه. اتصلوا بينا قلنا التحقوا بالمستشفى، اي المستعجلات. مشينا للمستشفى، كان الوقت متاخر من الليل، تقريبا واحد 3 الصباح ولا 3 ونص ديال الصباح. مشينا وحنا تنعرفوا هذوك التدخلات، الله يحفظ، من بعد 2 ديال الصباح، ديك 2 3 الصباح 4 الصباح تيكونوا خايبين. شدينا الطريق مشينا تما، الدنيا خاويه، المدينه خاويه. مشينا تلقاو المستعجلات ما فيها حد، تقريبا ما فيها حد. خرج عندنا واحد من السيكوريتي، واحد العساس تنقولوا، سلم علينا، تنعرفوه لاباس بخير، اش كاين؟ قال لك اودي راه واحد السيده راه جابوها واحد السيد بالبيكو، مضروبه في راسها، ضرب بزاف في راسها، الدم وداك الشيء وهذا، وراه جا الطبيب، فيقنا الطبيب، جا الطبيب دابا وهذا، وفيقتها واحد الطبيب اخر، وواحد فرمليه، لانه 3 الصباح ما كانت لا خدمه لا والو، كانوا ناعسين. كانت ديال جيرجونس، ماشي بحال دابا المستعجلات ولاو عامرين بعباد الله. بكري كان شويه تيترخفوا شويه، مع ديك 2 الليل 3 الليل تتخوى الدنيا. وتنحيي الناس ديال الطب وديال الناس اللي يمكن في المستعجلات في المغرب كامل، اللي ما بقاوش تينعسوا. بكري كانوا تينعسوا، كانت المستعجلات تتخوى، دابا بقات تتخوى حتى في شي مدينه، الله يستر. اكثر الناس وكثر الحوادث وكثر ديال المشاكل وكثر الجرائم، تنحييهم هذا المنبر هذا. وقالنا السيد راه دخلوها للبلوك، بلوك اوبيراتوار، دخلوها القاعه الجراحه يشوفوا، لان الحاله ديالها خطيره. حنا ما عندنا معاهم نهضروا ديك الساعه، لان الطبيب وداك الشيء اللي داخل. بقينا قدام الباب، سولنا داك الاساس، قلنا شكون جابها؟ قال لك سيدي جابها واحد السيد في البيكوب. بيكوب اسيدي، بيكوب عندها اللور، اي واحد النوع ديال البيكوبات حاتم ما قال لنا هو. قال لك فيها 2 كراسر، 4 كراسر قدام، اي جوج، وعاد بيكوب من اللور. راك تعرفوا هذوك الطوموبيلات البيكوب فيهم 4 قدام وجوج اللور، والبيكوب وبورت باكاج اللور. قال لك كنا كي داير هاد الطوموبيل، وقال لك بيضاء. ومالي عرفتيهم؟ لا سيدي. قال لي جيب لي هذاك البلونكار. هبط تيجري، قال لي الله يرحم والديك، جيب لي هذاك البلونكار مع واحد المراه قدام. المراه ما هبطتش، هو هبط، وهاد المراه هذيك منعسين هاد اللور في الكرسي اللوراني. جبت البلونكار هزيتها معاهم، دخلناها. قال لي انا جاي، انا غندير هاد المراه ونجي دابا، الله يرحم والديك. قلت لي واخا سيدي. دار زاد
زاد جا الطبيب قال لي فين اللي عائلت اللي معك؟ لا ودي تحرك بالطوموبيل. هو علمكم، علم البوليس. هو هذا السيد ما خديتش الرقم ديال السياره ديالو، لا ما خديتش. ايوا جا حطها لكم وزاد. ويمكن السيدي قال لي غندي هاد المراه، واحد المراه معاه القدام شفتها بحال سخفانه مغطيه وجهها وديرها هكا، قال لي انا غنديها ورجع دابا. قال لي انا ساكن غير هنا قريب. قلت له دبر راسك، انا اللي عليا الخدمه ديالي درتها، جبت لك البلونكار دخلت برا لداخل ومشى في حالته. مشكله هادي، مشكله كبيره هادي. المراه دخلت البلوك، حنا بقينا تنتسناو لبرا تنتسناو. واحد الطبيب خرج عندنا قال لنا الحاله ديالها خطيره، هاد السيده هادي راه محاش تعيش، محاش راه باقا حيه، ولكن حنا تنسعفوا معها دابا. بغينا نديروا لها غير دابا درنا غير السيروم ما بغاش يدوز، درنا لها الاكسجين تتنفس بصعوبه، راه حنا مع واحد مشكل. علمنا النيابه العامه وبقينا تما في المكان. ديك الساعه ما كاين لا كاميرات لا والو، باش نشوفوا الطوموبيل هي داخله من السبيطار خارجه من السبيطار. دابا الحمد لله كاين الكاميرات. تنتسناو شي عائله تجي ديالها ما جات شي، السبيطار خاوي، 3 ونص تقريبا 4 الصباح، ما كاين حتى حاجه تما. حنا جالسين تما، طلعنا للطوموبيل البوليس ديالنا وبقينا مريحين سامرين. ربما يجي شي واحد من عائلتها، ربما عطينا شي نتيجه. عيطنا لذاك العساس قلنا نقول لك كي داير هاد خينا الاجابه. واحد السيد طويل اسيدي طويل عنده مستاش طويل، والمراه اللي معاه راه اللي كانت قدام لا ما شتاش مزيان، ما هبطاتش اسيدي، ما هبطاتش. تعاونتكم في السيده؟ لا ما هبطاتش. وشكون اللي عاونك انت بوحدك دخلتيه؟ هو مشى معك؟ لا دخل معايا، هو دخل معايا. وراه كان معايا داك السيد اللي خدام معايا، واحد السيد تا هو واحد الراجل كبير شيباني تا هو في السيكوريتي ضعيف، كان واقف تما. قلنا شريف لاباس بخير اجي. هذاك مول البيكو شفتيه؟ شفتو سيدي كانوا هبطوها، شفتو كان دافع، مشى جاب عيط عليا قال لي جيب لي شاريو، جبت ليه شاريو ليه هو صاحبي، وهو خرجوا شفتو مدخلوا هو داك السيد مدخلنا لداخل. وانا عندي لا ساعه الراديو، انا بلاصه الراديو، انا تنقصنا بلاصه الراديو، غنبني خويا تنجي نكسر معاه شويه. وداك السيد ما عرفتيش؟ لا ما عرفتيش. لا قال لك ما عرفتوش السيد، ما عرفتوش. راه مشكل هذا. بون قلنا دخلنا نشوف الله يرحم باك الا كان، حيت حنا جانا واحد التدخل، عيطونا في الراديو قلنا راه واحد التدخل ننتقلوا لواحد الحي. قلنا لي شوف حنا غنمشيو لواحد التدخل، الا جا شي واحد من عائلتها علم قاعد المواصلات علم 19 دير 19 في التليفون ما عندكم، ها هو عيط 19 وقلنا نقول راه جا شي حد من عائلتها صافي. قلنا صافي الله. حنا هضرنا مع قائد المواصلات قلنا للمدير حنا غادي التدخل ردوا بالكم، ربما يعطيكم شي واحد في قاعه في 19 باش نرجعوا للمستعجلات نشوفوا العائله ديالها ونشوفوا شنو وقع بالضبط، لان هذوك ما عطاونا شي معلومات مهمه. انتقلنا لواحد الحي كان في واحد التدخل في ذاك الصباح، وراكم عارفون التدخلات ديال النبوري كما تنسميهم الله يكتب السلامه، 4 الصباح والناس سكرانين تيدابزوا منوضين صداع. مشيت حنا في ذاك التدخل هما اتصلوا بنا هاتفيا وقلنا انتقلوا للمستعجلات لابد حالا. انتقلنا للمستعجلات، درنا ذاك التدخل اللي كان عندنا، حمينا الناس لابيرمانونس، دخلنا لابيرمانونس وانتقلنا للمستعجلات. انتقلنا للمستعجلات تلقاو الطبيب، تلقاو داك السيكوريتي. دخلنا عند الطبيب قلنا سيدي داك السيده راه توفات، هذه اللي جابوها راه ماتت. ما جاتش شي واحد من عائلتها، ما جات حتى شي واحد سيدي. مصيبه كحله، وانت ما عقدتش عليه كي داير هذا الراجل. ما عقدتش عليه سيدي. الطبيب انت شفتي داك خلينا نهضر معاك. لا ما هضرش معايا انا جا ولقيتهم مدخلينها لداخل، دخلوها لداخل ودخلت عندها ديريكت انايا. ولما شفت الحاله شويه عيط لواحد الطبيب حتى هو جراح معايا بيرمانونس، عيط ليه ودخلنا السيده للبلوك، حاولنا معاها وداك الشيء ما جابش الله، توفات. فاش غنشدو دابا؟ نشدو في الريح. شكون هي السيده؟ سميتها ما سميت باها. اتصلنا بالدراري ديال التشخيص القضائي، مشاو خداو لامبرانت ديالها، البصمه ديالها مشاو خداوها. البصمه ديالها في ذاك الوقت باش يعطيونا لاكارت ناسيونال ديالها مشكله، خصهم يصيفطوها لمدير الاداره العامه للامن الوطني وتجاوبوا من الاداره العامه الوطنيه. داكشي كان معقد ماشي بحال دابا. المهم طلع علينا الصباح هنايا في ذاك السبيطار، لا معلومات عندنا جثه هامده مضروبه في الراس ديالها، كما تيقول الطبيب تيقول عندها 3 ضربات في الراس، ولكن واحده من دوك الضربات قاتله هي اللي سببت لها ايموراجي انترن، وقع لها واحد النزيف داخلي. المراه هذيك اللي ماتت
كما غنقولوا عصريه شويه في اللبس ديالها حسب اللبس اللي لابسه، وتتوصل في العمر تقريبا واحد 38 عام 40 عام. عندها في واحد السلسله ديال الذهب في يديها، عندها واحد الخواتم في يديها ديال الذهب محركهم حد مداهم حد، ما عندهاش شي كارت ناسيونال ولا شي بسطام ديالها هزه ولا شي صاك ديالها. لا يستبعد ان حسب ديك اللبس اللي كانت لابسه يمكنش مشات به دخلت به تحركات به وسط المدينه ولا مشات به لشي دار ولا شي حاجه، ربما داك اللبس كان في شي بلاصه، كانت في شي بلاصه ويمكن تما خلات صاكها وخلات اننا خطفوها هذوك هزوها على عجاله، يمكن من ضربه راسها هزوها على عجاله، جابوا واحد فيها ما عندهاش شي صباط في رجليها وداك الشيء، اذا كانت في شي مكان شكون مول الطوموبيل ما عرفناش شيء. حنا ما عندنا فين ما نشدو، قلنا لدوك الجوج قلنا نشوفوا غادي دابا السيده ماتت، نتوما اش غتطلقوا؟ قال لك غنطلقوا مع 7 الصباح هكاك، حتى حنا غنطلقوا مع 7 الصباح، ولكن صنت ليا راه مع 11 ونص تكونوا عندنا في الكوميساريه في لابيجي، تجيو عندنا بجوج، خدينا الاسماء ديالهم هاد العساس وهاد العساس، متفقين حنا غنخليكم دابا الا جا شي واحد من العائله ديما نقول لكم اتصلوا بينا، وغدا تكونوا عندنا مع 11 ونص، لان حتى حنا غنطلقوا مع 7 الصباح، حتى حنا غنمشيو نعسوا، حتى حنا كذا كذا كذا. طلبنا من الطبيب قلنا له ودي باش خلي كونسين، الطبيب غيشد عليه بانه راه هاد السيده اللي ماتت راه البوليس تيبحثوا في القضيه ديال الموت ديالها باش يخبروا السلطه القضائيه في اي وقت. حنا كان عندنا واحد الشاف ديال السلطه القضائيه ديك الساعه، واحد رئيس السلطه القضائيه الله يرحمه مسكين سميتو السي العوني الله يرحمه كان ديفيزيونير، وكان داك الراجل في العمر ديالو كبير شويه في العمر ديالو، ولكن كان الشرطه القضائيه على اتمها، راجل تيبحث، راجل ما يطلقش منك. لما خبرناه في الليل او في الصباح خبرناه بديك القضيه، قلنا له واش قضيه شخص، قال لك شوفوا ما تطلقوش منا غتخدموها نتوما، بقاو تابعين هاد لافير نتوما، راه ماشي تمشيو تنعسوا وحدين اخرين غيمشيو من هنا لهنا لهنا، لا نتوما مشيتوا لعين المكان، نتوما خدمتوا الله يعطيك الصحه كملوا عليها. قلنا لها ودي حنا راه السيده راه باقا في المستشفى، باقا في المستعجلات، راه داوها لامورغ، وحنا درنا التقرير ديالنا الوكيل الملك وداك الشيء، راه حنا دوك الناس درنا معاهم يجوا عندنا مع 11 ونص، عارفين ما غيطلقش منا، ما يقولش وسيروا تنعسوا حتى الغدا ان شاء الله فرج الله ولا يعطيها شي وحدين اخرين، لان والو ما طلقوش منهم. داك الشيء اللي كان مع 11 ولا 12 جينا، راه مع العياء ديالنا راكم عارفين الله يحسن العوان البوليس، جينا لابيجي ودخلنا لقينا دوك جوج رجال جاو دوك جوج رجال، واحد فيهم عاقل جا عنده واحد البوليسي متقاعد جا مع واحد فيهم قال لك نسيبو تعرفوا كذا كذا. دخلناهم واحد دخلنا الاول اللي بقى في كلامه، حنا غنسميو الاول ونسميو الثاني، والاول غنسميه هو هذاك اللي مشى جاب داك اللي دخل بالبلانكار ودخل. قلنا ليه ما جا حد، من بعد مشينا لك ما جا حد، هذاك عطينا اكد لنا عافاك الاوصاف ديال الخينا اللي جاب البنت، قال لك هاكي داير الطوموبيل كي دايرها شي معلومات انا واضحه، ما كايناش ما عندوش شي معلومات واضحه. فهاديك شفتيه قبل؟ لا ولد عمي ما شفتوش، ما عرفنا ما شفتوش، لا ما عرفتيش قبل تلاقيتي مع شي بلاصه عرفتيه تيدير شي حاجه، هذيك لا سيدي لا صافي تسنى برا. دخلوا داك الراجل الاخر، دخلنا الراجل الاخر كيما قلت لكم كبير في العمر، راجل شويه هذا ضعيف، عنده وقود كاع ما عرفوا واش واقع، كاع ما عرف هذاك سولنا واش قلنا ليه وكذا. دخلنا قلنا ليه قلنا ودي السيد هذا صاحبك هو انت قال لك من جاب البيكوب جابو قدام الباب، قال لك سير جيب لي الشاريو، قال لك يا سيدي انت فيك تاساس، راك انا مقابل الراديو، بلاصه الراديو بعيده من ديك البلاصه ديال لي جونش، بعيده سي كنت نجي نسمع لان الراديو خاوي ما كاين حد تما، ما تيجي حد ديك الساعه. قال لك جيب لي الشاريو، هي جبت ليه الشاريو هزها ركبها، قال لك يا سيدي هذاك السيد عمرك شتيه؟ قال لنا هذاك السيد راه تيعرفو هو. قلنا له كيفاش تعرفو؟ قال لك انا من جا راه شفتو قدامي، راه تسلموا وياه، تنقول لاباس بخير كذا كيدير شويه بقى تيقول ليه ديالنا هذا، تيقول الاخر كيدير مصطفى، كيدير الوليد، كيدير كذا، راه تعرفوا وياه. وراه قال لي مسكين هاد السيد تنعرفو والله عمرها دار وهذا. قالها لي
راه تعرفوا، وراه من هبط من جاب ليه الساريو، راه شفتو انا قبل ما يجيب لي الساريو بعدا وقف الطوموبيل تنشوف هذيك خرج من الطوموبيل خرج زاد عنده وتعنقوا هو وياه، راه باسو تعنقوا هو وياه، اييه تعنقوا هو وياه. ايوا شتي خربق علينا هذا كاع ما تعرفوا، لا تعرفوا شتو انا تعنقوا هو وياه، وسولو تقول لي كي داير الوالد، وتقول له عافاك زرب عافاك دير عافاك دير عافاك دير كذا كذا كذا. وهذاك السيد السي هبط سكران، داك مول البيكوب سكران، راه غادي تميل لا تجي ولا تجي، انت نشوف فيه سكران وركب وزاد المول الله. عيطنا الاخر قلنا له جي انت واجهنا مع داك السيد، قلنا له جلس انت جلس، انت هاد السيد انت قلتي عمرك ما شتي عمرك ما عرفتيه، ومن هبط من الطوموبيل عنقتيه وبستيه وسلمتي عليه وقلتي لي كي داير باك وكي داير مصطفى، وقال لك زرب زرب، هو سكران كاو، ما قدرش ينعس السكران بانه جاي كاو، كان تيبغي يطيح وسط لي زيرجونس وانتم غادي يدافع مع هذيك الكاروسه لداخل. وهذا السيد راه قال لنا كل شيء. اش تخربق انت قلتي لنا انا عمري ما شفتو ولا ما تنعرفوش، وانا كذا خدمته، وسيدي انا ماشي ما تعرفوش كاع، تنشوفوا تنعرفوا، انا تنعرفوا فين تتعرفوا، وتنعرفوا انا ماشي صاحبي هو، ولكن هو تعرفوا تيبيع شري في كاوكاو، هو كروسيست تيبيع شري في كاوكاو، واحد الوقت كنت تنبيع شري في كاوكاو وتنتعامل معاه. واش تقول لنا ما عرفتيش لا زعما هذيك الساعه ما البيكوب انا ما خديتش الرقم ديالها، بقى يدخل ويخرج في الهضره يدخل في الهضره. هذاك خينا من عرف بانه هو اللي قال لنا الصح، وسمع الاخر حاصل تيجاوب ويقول ليه وقول لهم راه عطاه شي حاجه، انا عطاني 400 ريال، لان السيد راه دور معنا عطاني 400 ريال. احنا ولينا في هضره اخرى. اقول السي هذيك كيفاش جبتي لي الشاريو دخلتي مع السيده لداخل لي زيرجونس دخلتوها بون هضرتي انت وياه، قال خرج انت وياه تيهضر، ندخلوا المراه خرج هو وياه تيهضر، اي خرج شادو تيهضر والاخر تسعى دور معاك وانت عطيتي 400 ريال. شحال عطاك هو؟ وسيدي عطاني 50 درهم. علاش عطالك؟ ومدينا لي يد مساعده، مدي لي 50 درهم، من 50 درهم وركب وزاد. قال لك انا غنوصل المراه ولا كذبتي علينا؟ وركب وزاد، قال لي غنوصل المراه اللي معاه، قال لي غنوصلها. شحال عطاك انت قلتي؟ 400 درهم يا سيدي. عطاني 20 درهم، قال لي السيد عطاني شي قهوه ديالنا، عطانا قهوه ديالنا. هذاك يمكن ندور معاه، عطاه 50 درهم حيت جاب لي داك الشاري وداك البلونكار اللي تنقولوا دفعوا به الكروسه، دخل لداخل ومد لي يد المساعده ودخل لداخل، ولكن حيت عطاه 50 درهم والاخر عرف الدريه واكلاها مزيان في راسها وداك التربيق، والاخر سكران دار ما تنعرفوش وصافي كاع، ولا يمكن قال ليه سير في حالك ولا هذا ولا كذا، خذها 50 درهم وباش الاخر يسد فمه عطاه 20 درهم، او مثلا عاقبي الاخر عاقبي بانه دور معاه عطاه 20 درهم. فاهمين بعضياتهم في هذه الحاله هذه. كاين بزاف اللي راه تبدل داك القانون ديال السيكوريتي، كانوا بزاف اللي كانوا في لي زوبيتو خدامين في المستعجلات في المغرب كامل ديال السيكوريتي، وكان ما كانوا اكثر من الاطباء هما، اكثر من الاطباء واكثر من السيرفيان جينيرال داك الحارس العام ديال السبيطار، تيديروا كل شيء تيديروا هما. اذا عندك شي مشكل شوف مع السيكوريتي، بغيتي شهاده طبيه، بغيتي شي حاجه، بغيتي كذا، بغيتي شي واحد يشوف لك ساعه، بغيتي شي واحد يعطيو 21 يوم، شوفها مع السيكوريتي. الحمد لله اللي عاقبوا بهم شويه وزيروا لهم داك اللعب هذاك. الناس عندنا تزيروا ف داك خينا زيرناه شويه في الكلام، وقلنا ليه دابا هذا مول الكاوكاو غتمشي تورينا فين كاين، النجابه غتمشي معانا دابا، قلنا لها هذه لهذيك، ركبنا وبقينا غاديين به يورينا فين، ودانا لواحد البلاصه وهي واحد الساحه تيبيعوا فيها القطاني، تيبيعوا فيها الشعير، تيبيعوا فيها الروز، تيبيعوا فيها الزراعه، تيبيعوا فيها جميع القطاني منهم كاوكاو. ووصلنا لواحد لونكار كبير فيه واحد الهري كبير فيه عيالات تما تيخدموا كاوكاو بزاف، داكشي تيحيدوا منه القشره وداكشي بواحد الماكينه تيدوروها. تقريبا لاحظنا شي 16 مرة تما خدامه، وهذا عيادات كاين فيهم باقيين بنات، كاين اللي كذا وكذا. هو ما لقيناش تما، قلنا ليه انت كنتي تاخذ كاوكاو من هنا؟ قال لك اياه، وانت كنتي تبيع وتشري في كاوكاو وكان لاباس عليك، ومشيتي للسيكوريتي قال لك لا انا كنت ناخذ غير 5 كيلو 10 كيلو.
اللي كنت ناخذ من عنده هذا السيد، واخا ما تيبغيش الاخرين تيبيعوا لي موالين التقسيط، الاخرين موالين الجمله ما تيبغيوش يبيعوا لي التقسيط، هو مسكين كان تيبيع لي التقسيط 5 كيلو 10 كيلو، كنت ندور هذاك بالطبق وتنبيعها في القهوه في لي بار. اش كان تيدير هذا الشيء؟ هذا السيد كان تيشري كاوكاو من عند هذا، وهذا السيد جمال في كاوكاو، تيشري كاوكاو بالقشره تيحيد القشره وتيبيعو بالقناطر، هذاك السيد ذاك المعني بالامر. وهذا السيد كان تيجي عنده تيشري من عنده 10 كيلو 5 كيلو، تيمشي تيقلي داك الكاوكاو، هو اللي تيبيعو ديك الطبيقات، هازو في واحد الطبيقات تيبيعو في القهاوي وفي داك الشيء. هذا ذكرني بواحد الراجل مسكين شيباني كاين في الرباط، راكم تشوفوه، راه تيكون حدا باليمه وتيكون في شارع محمد الخامس تما حدا القهاوي شيباني تيبيع كاوكاو، تا هو بواحد الطريقه هكا، وعنده واحد المعلقه صغيره، ومن تيوصل غير تيوقف حداك تيهز كاوكاو يعطيك زوج 3 ولا 4 تدق ومساكن بحال العاقو بين الناس، ديك اللعبه تيسبق لك تاكلهم وتيقول شحال خصك، وبقاو الناس يقول لا ما بغيناش. هذاك الراجل راه قديم في الرباط وقديم مسكين في كاوكاو، تيبيع كاوكاو ديك الطريقه، وهذيك اللعيبه تيديرها باش يعيش. انا تنقول راه تعرفوا الناس ديال الرباط، خذهم من عنده في سبيل الله، تا هو عنده وليدات عنده مسؤوليه وكذا وكذا وكذا. المهم هذاك السيد قلنا ليه كاين واحد ولد تما تيقول بانه خو داك السيد، قلنا ليه خوك فينا هو؟ قلنا خويا في الدار. خوك في الدار؟ مشي يلاه معنا للدار، في الدار ديالو. مشينا للدار ديالو، لقينا البيكوب واقفه، قلنا له هذيك هي البيكوب، قال لك هي هذيك البيكوب جديده مزيانه كذا. دقينا على السيد، خرج عندنا، السلام عليكم لاباس بخير، هز معك التعريف ديالك ولبس حويجاتك ويلا. لقيناه ناعس، قال لك كان ناعس، قلنا يلا معنا الله يعطيك الصحه، قال لك انا راه مريض، قلنا كان راه مريض وناعس كذا، قلنا غير يلا معنا لابيجي وانا نهضروا معاك وداكشي. دينا البيكوب تا هي، البيكوب ديالو صقار، كان مع واحد البوليسي، جا من لابيجي دخلناه، قلنا له ودي واحد البنت شتيها للسبيطار مضروبه في راسها، عقلتي على هذا الاساس؟ قال لك عقلت عليه، هو اللي عاونك. هو اللي عاوني، جبتو بيكوب ودخلتو البنت ديال زيرجونس ومشيتي في حالتك وما رجعتيش. دابا شنو علاقتك بديك البنت؟ شنو علاقتك بداك الضرب اللي مضروبه ديك البنت؟ خصك تقول لنا كل شيء، لانه يا اخي العزيز نقول لك واحد القضيه، هذيك السيده اللي جتي للسبيطار راه ماتت بداك الضرب اللي في راسها، تعرف بان هنا راه غنعمقوا معك البحث، راه ماشي صحاب زعما هذه قضيه ديال ضرب وجرح، راه ماتت السيد من سمع البنت ماتت. ينهار دار راسو وبقى تيهضر بوحدو، امنتي والمراه عندي غتولد في هاد الايام، المراه عندي غتولد في هاد الايام، واش غنقول ليها واش وبقى تينول حتى تما. قلنا لي شوف دابا اللي عطاه الله عطاه، هذيك البنت واش ضربتيها؟ قال لك لا سيدي ما ضربتهاش، انا نعاود لكم سيدي القصه ديال هاد البنت هذه، نعاودها لكم كامله شو وقع لي معاها. عاودي سيدي. هاد السيد عاود لنا واحد القصه انا غنعاودها لكم، وكيفاش وقع ليه ديك الليله مع ديك البنت. نخليو السيد ونهضر بالاسم ديالو وبطريقته. قال لك سيدي انا الصراحه غنجي دابا البنت ماتت، قلنا ليه ماتت، لا بغيتي تمشي تشوفها ميته، انا ما خاصين والو، دابا نديوك تشوف، دابا نديوك لمستودع الاموات نديوك الفوريان وتشوف البنت ميته، ماشي تنكذبوا عليك حنا هنايا، دابا نقول اش كاين. قال لك اودي انا نبلي تنشرب وتنبغي الستره الصراحه، انا تا دوك الابار وداكشي تنبعد منهم، تيعرفوني الناس انا معروف. وكاينه واحد السيده خدامه عندي في كاوكاو، عندها واحد الدار ديالها، وهي ديك الدار ديالها ماشي غير انا، بعض المرات تتعيط لشي وحدين تيقصروا تما عندها، جات الدار مطربه شويه، عند المدينه مطربه شويه، وتمشي نقصر عندها، تمشي نشرب عندها الصراحه. وهذه واحد المده عرفتني بواحد البنت، قالت لي كاينه واحد البنت راه بغات تخدم في كاوكاو وبغيتك تشوفها. وجاب ديك البنت وشتها، واحد البنت
غليظه صحيحه وكذا وكذا وكذا. والشيطان هذا سيدي شوف ديك البنت صراحه عجبتني، قالت لي هاد البنت عجبتني. اذا هاد السيده خدامه عند في كاوكاو وعندها الدار وجابتك بنت، قال لك ايه اذا دابا حنا هاد البنت خصنا حنا هاد السيده مرات الدار خصنا نقول لك حنا شكون هي مرات الدار، حنا نقولها لك هاد السيده خدامه عندك ولكن تدير الوساطه، تتقصروا عندها في الدار وتسكن عندها في الدار وتدبر في البنات، تدير الوساطه وتدير القواده. واش هاد الشيء كاين؟ لانك انت قلتي تيجيو عندها شي وحدين، كاين؟ قال لي واه كاين هاد الشيء اللي كاين. اذا هي اللي دبرتك على البنت، اذا هي اللي تدبرك ماشي على البنت، تدبرك على البنات اللي تيخدموا تما من تيجيو، هي تدورك شي وحده. ودابا اللي عطى الله عطى، دابا البنت ماتت غير يقول لنا صاحبي شنو غيخرج كود، قال لك هذا الشيء اللي عطى الله. احنا تفاهمنا. زيد كمل تيقول بانه هذيك البنت اللي جابت لي ديك خيتي مرات الدار بقات واخا تخدم عنده في كاوكاو مره تيجيبها يقصر بها، وان ديك البنت رغم العمر ديالها والكبر ديالها وكذا عمرها ما تزوجت، كانت بكر، وبان هذيك البنت هو سببها ما بقاتش بكر وطول معها العشره، هو اللي بدا تيشربها لان درنا بحث مع هاد البنت اللي هي جايه في الطريق ومع المراه مرات الدار، هو اللي بقى تيشربها. وتيقول بانه هذيك مرات الدار واحد النهار قالت لي كاينه واحد البنت نجيبها لك وغتعجبك وكذا وكذا وكذا. تيقول درت معها وجابت لي هاد البنت اللي مضروبه، هاد البنت اللي ماتت جابتها لي. انا كنت سخي معها لا في الخدمه فاش نخلصها ولا في القصاره انا نتكلف بها ولا تنصرف، معلوم هو اللي تيصرف لان هذيك عطيه الدار ديال الاعداد للدعاره، هو تيجي قصر تيجي يصرف. هي تجيب لي البنات، جابت لي كيما جابت لي الاولى، جابت لي هاد البنت هاد البنت اللي تاهي جات تقلب على الخدمه تما جابتها ليه، هاد البنت عجباتو وبقى تيقصر معها بلا خبر. هذيك خيتي بلا خبر الاولى بلا خبرها تيجلس معها تيقصر معها، ولكن هذه اللي جات الثانيه هذه تتشرب ديجا ماشي بحال الاولى علمها الشراب، وبقات هذه تجلس معاه وبقات تشرب معاه. تيقول الاخرى ساقت الخبار، الاولى ساقت الخبار وجات وقع بيناتو هو وياها شي نقاش، وذاك النقاش اللي وقع بيناتهم تيقول دخلت فيه مرات الدار وتتقول لها مشيتي ضاربه به الكاغيط ماشي كذا كذا، بغيتي تخدمي راه خدمه عندك راه تيتهلا فيك اكثر من البنات، من تجي هنا تيقصر معاك وتيتهلا فيك صافي نهار الشيطان خليه راه حر مع راسو. جاب واحد السيده جابها وراه ماشي سامح فيك ولا جري عليك، راكي باقه صافي. دار واحد النهار بغا يقصر خليه يقصر. سكتوا على هذا، سكتت ديك البنت على هذه القضيه هذه، ولكن هذيك البنت اللي كانت تجي عند ديك مرات الدار مره في السيمانه متى تكون القصاره ولا تجي عندها ديما باش تلقى ديك خينا كاين تما، ولا تتزاحموا في القصارات ديالو. في الليله ديال الفاجعه تيقول هو تيقول له ودي انا درت مع السيده تجيب البنت الثانيه تجيبها نقصروا، بانه كان نهار ديال السبت. تيقول جيت تقديت وداكشي وجيت وجبت شراب وجبت داكشي وبدينا جالسين تنشربوا انا والبنت الجديده نسميوها جديده، كاين القديمه والجديده وكاينه مرات الدار، بقاو تيشربوا في ثلاثه. تفاجئوا دقت عليهم الاخرى ديك خيتي القديمه، دخلت عليهم دخلت السلام عليكم السلام، وراه فايت شفتوا مع ديك البنت شي جمعه ولا ثلاثه تشوف تدخل عليهم تلقى مقصر معاها، ولكن كانت تشرب تتشبع تدور معاها تمشي بحالاتها زعما ما تتهمنيش. ولكن ديك الليله جات معوله وهي تدور في مرات الدار مع الدخله قالت لها تتقول لي انت غتمشي عند امك حشومه، ما تمشي عند امك قول لي ما نجيش وصافي، لا تقول لي غنمشي عند امك. ديك مرات الدار قالت لها شوفي دابا بغيتي تجلسي بغيتي تقصري قصري، بغيتي تشربي ما بغيتي سيري في حالك صافي بقاش تحاسبيني. الاخرى قالت لها يمكن عيطت لها اتصلت بها فين قالت لها واش غنقصر اليوم، قالت لها لا راه غنمشي عند امي. الاخرى يمكن دازت من تما حسب التصريح ديالها، دازت شافت الضو وشافت الطوموبيل وكذا عرفته كاين تما دخلت عليهم جلست بقات تشرب معاهم، تشرب هي هو والبنت الجديده ومرات الدار بقاو تيشرب. الاخرى من سكنات حسب الهضره تيقول هو تيقول من سكنات بقات تدخل شويه تدخل في الهضره، تقول ديك البنت الجديده تقول لها وانا هكا تقول لها انا العافيه شالت لي غير من جنابي
انا يسحبني معاه انا من النهار الاول تنقول هذه شكون هذه اللي ولات شاغلاه، نقول لها عافيه غير من جنابي ساودي البنت اللي خدامه معايا، البنت اللي تنعرفها وصاحبتي وكذا كذا في الخدمه، العافيه ولات غير من جنابي، وانا يسحبني غير قصاره ديال اليوم وغتفضي، هادشي ولا بالدوام، هادشي ولا ديما، هادشي ولا كذا وشي كذا، وتتقول لي هو يا قلتي لي هذه غادي تقصر معايا واحد المره ولا جوج صافي غنسوسها، وانت هي ديالي وانت غتبقاي معايا ديما وانت كذا، ودابا ولات هي اللي جالسه وتتخباو عليا، كانت خط موضوع دخل هكا فات النطاق هكا تيهضروا وتيتكلموا والشراب تيدور، واحد الوقت هز الشراب وجد تيقول قد مول الدار جمع لي شي قطعه من هذه القطعه اللي محطوطه، قال لها هبطي عليا البيت لتحت، لان هذيك مول اطلع عليا البيت الفوق، لان هذيك مولات الدار عندها لتحت وعندها الفوق وما كانوا مقصرين لتحت، وقال لها هذا الشراب خدا واحد الشراب وقال لها ديك البنت نوضي كاعدي نوضها، قال لها قصري لنا مع راسك صافي خلينا ترامكيل. مرات الدار قالت لها شوف بغيت تشربي، طلع قالت لي بحالك الفوق حنا ما خصناش صداع، طلع هو البنت الاخرى طلعوا الفوق وطلعوا الشراب، الاخرى بقات جالسه تحت بعد خيكي تشرب وزادت في الشراب موجود وبقات تشرب. تيقول واحد الوقت وانا تنشرب مع هذيك طفينا الضوء وشعلنا واحد الشمعه، ديك خيتي اللي شافت الضوء شاعل داكشي صحابنا باقيين مقصرين، قلنا شعلنا غير واحد الشمعه زعما ما تدخليش عند ما يدخل عندنا حد، هو بنيته شعلنا الشمعه صافي راه حنا متكين ولا ناعسين ولا كذا ولا كذا. تيقول بدينا تنشربوا ودينا في الشراب، انا السيده جالسه قدامي البيت، حنا مشينا شفنا ذاك البيت في واحد سداري هكا، سداري كما تيقولوا هنا سدارينا وسدارينا، وهنا كاين واحد فوتوي صغير. تيقول انا جالس على ذاك السداري ديال وسعيد وتنشرب، البنت جالسه قدامي على ذاك الفوتوي، ولكن ورا البنت كاين الباب ديال البيت. تيقول حنا مشينا ديك الشبعه تسكروا، قال زدنا في الشراب راه وصلنا 3 الصباح زعما سكرانين مزيان تنهضروا، واحد الوقت تحل الباب تدخل الحره هذيك خيتي، تدخل هازه مدقه ديال المهراز ديال النحاس كبيره، وجات لخيتي من اللور وضربتها وعاود ضربتها وهي صحيحه، ضربتها هو ينوض هو ضربوا لي يدو، ضربته لي يدو بالجد وبين لينا يدو انها مضروبه ودار عليها واحد الماس الحوايج ديالو، كان باقي ديال البونسمون ديال هذه وهذه. تيقول انا عندي واحد الضربه هنا ضربتني لراسي راه ما خيتها ما والو، ها هي راه الجرحه باقا باينه وكذا وكذا، وضربتها وضربت ديك البنت. مولات الدار كانت يمكن داها النعاس وما شافش الاخرى ملي خرجت، فاقت هبطت تجري طلعت اش كاين قالت لها مسخوطه، البنت طاحت الارض الاخرى فهمتي. تيقول هو بانها تضربه وتترجع للبنت تعطيها غير الراس، تدرز معها وترجع الراس، وتحاموا عليها هو ومولات الدار وطيحوها على الارض وهي تتغوت وداك الشيء. مولات الدار خافت ولا تقول خرجوا لي عطيني شبرتيسه، خرجي من داري، ودفعتها هي بقات تدفع وهبطتها مع الدروج. تنهضر معكم بهذه الطريقه هذه لانه تنتخيل داك الحوار داك الشيء كيفاش كان، لان بهذه الطريقه غيكون الاخوات وخرجي لي من داري بعدين مني خرجي من داري. شافت البنت كلها دميات قالت لي هز البنت غتموت، هز البنت ديوها للسبيطار، هز البنت غتموت. هزت معاه البنت والبنت تقول هو بان البنت ما بقات تتكلم لا والو، والدمايه هابطه مع الشعر ديالها. تقول هزيناها ولويناها درنا لها واحد فوطه على راسها على الدم وداك الشيء، وهزيتو ديك المراه هبطوها مع الدروج، والاخرى لقاوها واقفه قدام الباب ديال الدار، وقال لي حل لي الباب، حل الباب ديال الطوموبيل ودخل البنت اللور الكوسه اللوراني. والاخرى مولات الدار بقات تقول لهذيك خيتي بعدين مني طلعي معاه عطيني شبرتيسه، طلعي معاه يديك حيدك عليا من هنايا، بعدين من هنا غديروا لي شي شوها خرج. والاخرى تقول طلعت معاه القدام. تيقول هو لما طلعت معاه الاخرى القدام انا تالف داك الشيء، هبط خديت واحد الصاك ديالي كان تما لداخل وشديت الطريق ومشيت للسبيطار. تقول مشيت للسبيطار والاخرى غادا ما تتهدد، تقول لي شوف راه تقول لهم انا ضربتها، راه لا انت لا انا لا الاخرى كلشي مشي للحبس. انت نقولها لك حط السبيطار وصلني لداري، ان دارها كانت بعيده، حطني في السبيطار وصلني لداري 4 الصباح هذه ولا 3 الصباح هذه، ما كان لا طاكسي لا مولي بي، وصلني لداري. انا جيت تتهدوا، هو البنت دميات بزاف والبنت تبخبخ كما تنقولوا، هزات دار السبيطار. هنا لقى هذاك الاساس اللي عرفه وسلم عليه وباسو ومشى جاب ليه الشاريو ودخل البنت. هنا تنقولوا ليه وعلاش سلتي؟ قال لك اودي انا والله ما كنت غنسلت،
وهذاك خينا قال لي شوف راك سكران ولا تنعرفك وراك سكران، راه غيجيو البوس غيبداو بك انت الاول، اليوم غيبيتوك في الحبس، سلسلة فاك تيطلع النهار. وقال لك المهم دورت معاه، عطيتيه 50 درهم، لا عطيته 200 درهم. اسمح لي والله العظيم جبت 200 درهم عطيتها ليه، عطيتها ليه وصافي. وقال لي سير تكون ساحي، وديك الساعه المدبر حاكم حيد من هنا يجوا البوس يديوك. هذاك السيكوريتي داك الاساس خدا 200 درهم وقال لي سير سلت فحالك ما كليان ديالو، وما عطاش 50 درهم، عطاه 200 درهم. هذاك الاساس بقينا عليه حنا في الهضره، قالنا اعطيني 200 درهم، عطاك 200 درهم مزيان، كي 50 كي 200. هذاك الاساس الاخر مسكين صاحبك دوزتي لي عاد 20 درهم دوختي قلتي لي خذ 50 درهم، ها هو 200 درهم. اش غتقول؟ تضرب في وجهك. هنا مشينا ما عجبنا مولات الدار. مولات الدار تتقول سيدي انا فعلا انا مطلقه وعندي اليتامى، عندي جوج وعايشه مع اختي، وديك الدار تنجي لها ديالي، هذيك تنجي لها مره لان من طلقت من راجلي، وديك الدار شتي كي جات مخلويه شويه وخارجه على الحومات بوحدها ومخلويه شويه، ما تنبغيش نعيش فيها بوحدي. حنا فهمنا بان السيده مطلقه عندها جوج ولاد، تعيش مع اختها، ولكن ديك الدار اللي كانت دار راجلها حيت مخلويه هذيك دايرها للقصاره. جلسنا معها في الطابله، صرحت لنا بانها دارها للقصاره تدبر بها اختها، راجلها ما خدامش، تتعيش راه معيشه اختها وراجل اختها وكذا وكذا وكذا، ما قداش غير الخدمه ديال كاوكاو، داير هذيك المهنه في ديك الدار اللي ديما القصيرات فيها وكذا وكذا. وتتقول انا مدخل الكاوكاو، تعرفت مع هذا السيد، تعرفت معاه ومهلي فيه الله عمرها دار. ايوا تيقول لي ودي انا راه تنحجم وتنخاف في الزنقه وكذا وكذا، تنبغي نقصر عندك، وكان تيجي يقصر عندي. قلنا له هذا السيد تيقول انت اللي دبرتي لي على ديك الاولى، ديك الغليظ ديك السخوطه، انت اللي دبرتي عليها. انا سيدي انا الصراحه انا ماشي غنضربو في وجهه ونكذب عليك، جابها هو انا اللي قلت له ودي واحد البنت مقرا وكذا وكذا، احسن لك من الزنقه، احسن لك من كذا وكذا، وانت اللي دبرتي لي على الثانيه. انت اللي هضرتي معها، انت اللي توسطتي ليها. حنا راه غنجيبو هذيك الاولى والثانيه راه عند الله، راه مشات، راه الموت هذيك، راه ما كاينش كذوب. هنا قلنا لها ودابا هو تعرف هذيك ديك المسخوطه اللي ضربات، تعرفها في الخدمه وتعرفها عندك، وفين هي دارهم، فين ساكنه، يلا وريها لنا. مشينا معها دارهم شي في واحد الضواحي ديال المدينه، واحد 20 كيلومتر. مشينا عندهم، دخلنا ديك النفوذ ديال الدرك الملكي، مشاو عندنا الدرك الملكي الاخوان. مشينا تما، خرجت واحد امها مسكينه راسها خاوي، قلنا لها بنتك فين هي؟ قالت مشات عند اختها سلا. تعرفوا الدار ديال اختها في سلا؟ قلت نعرفها سيدي، نعرفها، راه بنتي هذيك، يلاه معانا. ياك والو باس، يلاه معانا. ولبسنا المراه ورفقة الدرك الملكي وخرجنا من تما، مشينا لهذا ولقيناها في سلا عند اختها، وخرجنا جبناها وجهها وجه الشر، عارفه اش دارت. ما هضرناش معها وحنا جايين في الطريق، درنا بسقرة، اتفقنا على الصمت، ما نهضروا معها حتى ندخلوا على لابيجي. دخلنا لابيجي جلسنا، قلنا لها كيفاش وقع ديك الليله الكحله، كيفاش وقع؟ وقالت لك سيدي الصراحه. قلنا لها شوفي، نقول لك انت خدامه في كاوكاو، ياك انت خدامه في كاوكاو، هاد خيتي مولا في الدار عرفاتك بالمعلم، انت هي اللي دخلتك بهذا الخدمه، وهي اللي قالت لك راه المعلم بغاك، وراه كذا كذا، وراه هذا، وجبتي ديك الليله. حنا نقول لك كاع ديك التفاصيل الاولى نقولوها لك، كما تحاولي تخربق علينا. قالت لك هاد السيده كاين، هاد الشيء كاين، جابتني هي اللي عرفتني به، وانا كنت بنت ما كنتش امراه، وهذه مده وانا معاه، انا طالع دابا في عامين وانا معاه، تيجيبني الوقت اللي بغا، وتنخدم في كاوكاو، انا اللي مقابله ليه البنات، والسخره اللي بغا تيسخرني ومكلفني، الصراحه تقال، ولكن هو اللي بيا، انا كنت بنت، هو اللي بيا، انا عمري ما تزوجت وصبرت معاه، وتيقول لي شوفي راه ما نضيعكش، راه ندير بك الكاغيط، راه ما نضيعكش، ندير بك الكاغيط. هو اللي علمني سيدي الشراب، انا عمري ما عرفت الشراب، هو اللي علمه ليا، هو اللي علمني في هاد العامين بقيت نشرب معاه. تيقول لي اللهم نشرب معاك ولا نمشي نشرب مع شي وحده في الزنقه،
وانا حقا انا غنشوف، وانا حقا انا مراه، وانا حقا غنشوف كي ندير لك، وانا غنتزوج بك ومجرجرني وتيطمعني فلوس وانا ساكته بس ما كاين باس. الحمد لله عمري ما حملت معاه، مزيان. كنت تيدير احتياط ما عندنا ما نقول لك مزيان. او ديك الليله كيف بقى ديك الليله هذيك السيده سيدي الاخرى كانت ولا تيجيبها ولا تجيبها لي هذه ولا تجيبها ليه، راه هذه الرابعه ولا الخامسه مرات تجيبها ليه. والنهار الاول قالت لي شوفي هذه غتقصر معاه بشي في حالتها، راه انت هي مولاتو وانت هي اللي معك ديما، بغى هذه البنت وراه غابني وكذا وكذا جبتها ليه، خلي قصر معاه بشي في حالتها. والسيد ولا تيجيبها ديما تيجيبها، ولا ميك عليا ولا ما تيجيبني ما تديرش فيا. تنهضر معاه تنقول شوف انا خرجتي عليا وكذا وعلمتيني الشراب وكنت بنت وبقيت وليت امراه في طريقك وكذا وكذا وكذا. ولا تيقول لي صافي ميكي حتى ديك الليله. ديك الناس لقيتهم قالت لي هاد خيتي قالت لي راه غتسافر عند امها، ومن دزت تما عرفتها ما غير كذوب، دزت لقيت الطوموبيل ديالو عرفتو تما ودخلت عليهم بقيت تيشربوا وتبتوني بقيت تنشرب معاهم. واحد الوقت تناقشنا غير في الهضره، شد لي نطلق لك نهز الشراب ديالو وطلع الفوق الدار ديال خيتي الفوقانيه وجلست تما. هذيك مولات الدار نعسات انا بقيت تنشرب بوحدي. واحد الوقت هزيت الشراب تنصنت لهم تيقول لها شتي هاد خيتي اخر ليله غتجلس معانا، ما عمرها وحتى في الخدمه ما بقاش خدامه عندي، انا تنسمع فيهم. والصراحه دخلت مشيت للكوزينه هزيت اللقه ودخلت صافي يا سيدي انا شاربه قبح الله والخمر. دخلت وضربتها وتحاموا علي وبديت تنضرب صافي ضيعني في حياتي ضيعني في كذا هي اعترفت بداك الشيء اللي دارت، اعترفت هي اللي ضربتها واعترفت هي اللي ضربتها داك الليله وضربت داك راسو. وداك لان في المعاينه اللي مشينا للدار تلقاو بانه اثار ديال الدم، تلقاو واخا خرج مع الدار وداك الشيء، تلقاو في واحد البلوعه شي مهرسين حاشاكم في الزبل المهرسين لانه وقع ضرب وجرح وداك الشيء. الدار جات بوحدها معزوله ما كاينش شي جيران شهود، ولكن داك الشيء اللي كان ديك المعاينه كانت هناك صراع وضرب وجرح خمور داك الشيء. السيد كما قلت لكم اعترف بداك الشيء اللي دار، اعترف بانه رجل سكير ورجل فاسق. وعرفنا من خلال البحث بان مرته راه بقى لها معرض واحد الاسبوع ولا اسبوعين تولد، وان عنده 3 دراري. شوف هاد الافكار العوجه هذه. لقى ديك الخدمه ديالو هذاك كاوكا وديك عيال خدامين واستغل الضعف ديالهم، وبزاف اللي تيديروا هادشي بزاف اللي مخدمين بنات وتيعزلوهم من تجي وحده تقلب لي الخدمه الا كانت مسكينه كبيره في العمر ولا خايبه ما تيقبلها شيء، ولا كانت زوينه وفيها ما يدار تيقبلها في الخدمه وتيستغلها. الشيء اللي تنشوف وتنلاحظ انا في بعض الفلاحين الكبار، كاين بعض الفلاحين اللي تيخدموا ديك المراه الفلاحيه العامله تيدوا لك عيالات اللي تشوفهم في الطريق حاطين سطيلات ديال البطاطا وديال المطيشه وداك الشيء تيبيعوهم، تيدوا العيالات يخدموا في الفلاحه. وانا قالوها لي عيالات خدام في الفلاحه وعاودوها لي، قال لي والله ما كنتي زوينه لا داك الفيرما تخدمي، خصك تكوني زوينه عاد ديك الفيرما تخدمي، ولا كنتي خايبه ما يديكش، واخا تكوني تضربي تماره. لما تيجي يهز الخدامات ديال في الموقف ديال العيالات يدوم يخدموا تيبقى يعزل اللي بغا، تيقول لا انت تخديش على الخدمه، طلعي انت صحيحه، لا انت ما تخديش على الخدمه، طلعي صحيحه، وراه ماشي صحيحه، هذه زوينه وهذيك ما زويناش. وبزاف كما تيقول لكم تيستغلوا. هذا كان مستغل واحد العمل ديالو، وعنده واحد مجموعه البنات ودار بيناتهم وحده تتعاطى حاجه من القواده، ولا هو تيكلفها تطلع عليه مره شي وحده، طلعت ليه الاولى خرج عليها بكر، جابت لي الثانيه هي ولات قاتله روح. هو عنده فلوس ما خسر والو، يصنفو الشراب والبنات كل شيء عنده. ديك البنت مشات ضحيه، ولكن البنت اللي مشات ضحيه ما مشاتش غير بوحدها ضحيه، لان من عيطنا العائله ديالها جا عندنا واحد الاب ديالها دافع واحد الكروسه لما وقعت، وجات عندنا امها وجات معها واحد البنيه. ديك البنيه عندها شي 14 عام، تتقول امها وباها هي اللي خدامه علينا، ما عندنا الله يعطينا، ما عندناش، حنا غافديو الصافيح، ما عندناش اللي يدخل لنا طرد الخبز. هذيك خيتي قتلات واحد البنت، او ديك المجموعه كانت سبب في قتل واحد البنت، كانت هازه امها وباها معيشاهم وهازه بنتها تتقرا، كل شيء ضاع، كل شيء مشى. الخمر والفساد مجموعين في واحد، القواده بوحده والخمر حتى هي، الشراب
شوف الشرف فين وصل. شوف داك السيد اللي لقى داك المرتع ديالو، لقى داك البيبينيير وداك المشتل ديالو ديال فين اللي بغاها لقاها، فلوسو وكذا وكذا وكذا. كلشي تقدم للعداله، كلشي تلقى ليه القبض. بصراحه ما تبعتش الاحكام ديالهم شحال تحكموا، قدمناهم كاملين كما تعليمات السيد وكيل الملك انذاك، قال كلشي تقدم في حاله اعتقال. حتى الحارس ديال السبيطار تقدم في حاله اعتقال، لان الاخر قال واحد الكلمه باش غرقوا هذاك مول البيكو، قال لي سير في حالك راك سكران، دابا يجيو البوليس هنايا، سير ما شتي ما شتك خلاص خليها ندخلوا الطبيب، سير غير شد 4000 وقال لي سير في حالك، ما شتينا ما شتك صافي. واكد داك الشيء من خلال الهضره ديالو معنا في الاول، قال لك ما كنعرفوش، ما عرف لا بيكو بلا والو، جا سيدي تحطات دخلها كذا 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 كذا. وديك اللي ضربت تعرفت قالت لك ايه انا بقيت انا مزينا السبيطار، بقيت راكبه لقدام، بقيت راكبه تنتسنى يهبطها باش يوصلني، وهبطها وصل الاخرى. اللي ضربات المجرمه اللي ضربات هبطها خلاها راكبه، ومشاو هبطوا البيت اللي بضربه ومشاو وصلت هذيك العربيه ديالو محطه، هذيك الدار ديالو محطه صافي. والله يعاون الله يعاون، هداتو قالت لي اذا جبدتيني غنحرق كل شيء صافي. مشى لدارو قالت لي هانيه اخرى لا نتسامحوا معاها الا ماتت، المهم ما شافنا حد. مشى داك الحارس تا وفاه تعتقل، خرج داك الاخر داك الشيباني الاخر مسكين هذاك هو اللي تقدم له، جاب الله نهار التقديم نهار جا في حالته، لان خلى عندنا واحد البطاقه الوطنيه نساعدنا، وجات له قال لك اودي اعتقلوا كل شيء وطلقوني انايا. نتمنى من الله هذه تكون رساله ويكون فيها بعد افاده الناس اللي هما الله يعفو عليهم مخلطين ما بين الشراب والفساد، مخلطين ما بين الشراب والفساد. واحد النهار قال لي واحد السيد الله يرحمه مسكين، كنا خدامين في لابيجي وكان معنا هو وكان ضابط السلطه القضائيه، قال لي السي الخراز انا كبر منك في العمر، انه خرج الطريق قبل مني هو، قال لي كاين الناس اللي تيخلطوها وتيجيبوها في راسهم، كاين الراجل اللي عنده نيه غادي يشرب، تنهضر مع الناس اللي هما مبليين براسهم، كاين الراجل اللي عنده نيه غادي يشرب، غادي القهوه غادي البار غادي الحانه غادي يشرب، تيولي يشرب ويتلاقى مع شي وحده وتيدخل في الفساد. وكاين شي واحد اللي عنده نيه من دوك اللي تيفسدوا تيمشيو مع عندهم خيانه الزوجيه عندهم كلشي كيف تيمشي بنيه بانه غيمشي مع شي وحده يقصر معاه، تيولي شارب دخل القضيه فيها الشراب وكذا وكذا، تيجمعهم بجوج تيكون قضيه تجي تيجمع تيولي جوج جرائم، وعنده نيه غيشرب تيولي في قصاره مع واحد خيتي في كذا كذا، تقلب في الطوموبيل دا الاخر دا خضر. نتمنى من الله هذه الرساله تعجبكم وهذه القصه تعجبكم، والى حلقات قادمه ان شاء الله. هذا السيد السوسي كان في الحي ديالنا او قريب الحي ديالنا، كان عنده معروف عليه، عنده واحد كان تاجر وتيبيع الطحين والزيت والسكر ديال القلب، السكر ديال القلب والطحين والزيت، ولكن بالجمله ديما الكاميوات واقفين قدامه تيخويو، وديما الكاميونات او السيارات دوك البيكوبات تيديو. حانوت كبير كان عنده كبير، وكان خدام فيه هو تحت دارو كانت الفوق، كان خدام فيه هو باقي تنعقل عنده واحد الكونطوار في الباب، واحد الكرسي ديال الجلد تيجلس عليه، كرسي غليظ، وكان معاه واحد الشيباني خدام معاه، شيباني وكان راجل صحيح خدام معاه. وكانوا الخدامه بعض المرات دوك اللي في الموقف، كان الموقف ما بعيد شيء منه، كان من تيبغي يخوي شي كاميو كبير جاب سلعه بزاف تيعيط شي خدامه عارفين القاعده، من تيشوفوا كاميو كبير جا وقف تما تيجيو يهبطوا السلعه، كما تنشوفوهم عند موالين السيما وعند موالين الياجور، تيجيو يهبطوا السلعه اللي هي السكر والزيت والطحين. وبعض المرات تنشوف دوك الخدامه ديال الموقف تيشارجيو شي سلعه. كانوا عنده جوج كاميونات اللي تيديو السلعه للسواق، رغم انه كان تيبيع لداخل في المحل ديالو، عنده كاميونات تيديو للسواق، جوج كاميونات فيهم ناس مكلفهم هو، عندهم الكيطون كبير، عندهم انا كنشوفهم في السوق تيقول له راه هذيك السلعه ديال السوسي، عندهم كيطون كبار تيبيع فيهم السكر والزيت واتاي باقي تنعقل ديك الباكيه الخضراء كان عندهم بزاف تيحطوها، لان بعض المرات كنت نمشيو للسوق نخدمو كنت نعرفهم تنسلم عليهم، تعرف بان هذاك الكيطون ديال مولاه هو اللي عندنا في الدرب ديال السوسي، ولكن دوك الخدامه تيخدموا ليه تيبيعوا ديك بالتسقيط في السوق، تيبيعوا بالتسقيط، ولكن عنده هو تيبيع بالجمله. هذا الراجل كان عايش
كما قلنا في واحد الدار فوق المحل ديال التجاره ديالو. وكان مزوج، كان عنده بنت وولد، ولد كبير واختو تابعه صغار منه. كانت مرتو ما تنشوفوهاش مرة حاجبه تعرفوا دوك الناس ديال البلاد، حاجبه ديما في دارها، برا مرة تتبان لها خارجه ولكن تدير النقاب تتوقف معاه قدام باب المحل. بعض المرات حنا كنا ديك الساعه هذاك البلاصه فين كاين المحل ديالو كاين واحد القنت تما تنجلسوا فيه. كان هاد صاحبي هذا صديقي هذا كان نجار، وكنا تنخرجوا كراسه نجلسوا قدام باب ديال الحانوت بعض المرات. وكان الحانوت ديال داك السوسي قريب لينا، تنشوفو خدام بيع والشراء ديالو، تنعرفو مراتو راها دايزه، ولكن عمرني ما شفت وجه مراتو لان ديما دايره النقاب هذيك المراه. وتنشوف بنته غاده معاها، وكانوا تيتشدوا بيدين هي وبنتها، ناس مقرين راسهم بزاف. هذاك باهم هذاك السوسي كان مقر راسو. بعض المرات تلقاه في واحد الحي ديالنا سميتو الخبازات، فيه السوق كبير ديال الخبازات، راك بحال نقول مثلا درب السلطان ولا هذا، تلقاه في شي جمعه، نهار الجمعه كان ما تيخدمش، جالس مع شي سواسه بيعه وشرايه. كان الا مات شي حد في الحومه تلقاه تيجي حتى هو وتيساهم وتيجي تيجلس معنا. هذا كان حياته عاديه. في الحومه كانت واحد البنت مطلقه عايشه مع امها. واحد البنت كانت من دوك البنات الخطيرين، تزوجات وهي برهوشه صغيره يمكن تعرضت للاغتصاب، وداك اللي اغتصبها تهربا باش ما يمشيش للحبس كان تزوج بها. تزوجات بنت 16 عام وبقات مع واحد خينا كنا تنشوفوه وتنعرفوه. داك اللي مزوج بها كان راجل مبلي، راجل مخمر، وكان تيبيع الحوت قدام باب المارشي، ماشي في المارشي قدام باب المارشي، تحت شي صناديق تما جوج ثلاثه ديال السردين. وكان شويه قبيح وواشم وداك النوع، راكم عارفين اللي غيمشي لداك النوع ديال البنات وتيبيع جوج صناديق وتيمشي في حالته. في الليل كنا تنشوف بعض المرات ديال السكران، كان تيسكر بزاف. واحد النهار سمعت عليه بانه طلق هذيك البرغوشه، نسميوها غير البرغوشه، طلقت منه ما ولدتش معاه، وبقات تما في الحومه تتمشى مع شي صحاباتها وتعرفوها اش تدير. كانت مره هكا ولات من بنات الليل تما في هذا. ولكن كانت بعض المرات كنا تلقاوها مثلا في الليل شاربه ولا شي حاجه، كانت تنوض صداع، ومن اجل ذلك الصداع ديالها تشدات شي مرات، تشدات في الحبس بعد ما طلقات. وحتى من قبل ما تطلق كانت بنت ما صالحاش، عايشه غير يومها وشي خوها. هذيك السيده